صباح الخير مشاهدين تيكو تيوب في كل مكان. اهلا بيكم في موضوع جديد على قناتي الشخصية تيكو تيوب، وموضوع جديد على يوميات مغترب، او مش هنسميها يوميات بقى، طبعا انا بقالي اكتر من شهر ما شهريات مغترب. المهم، آم، انا بتأسف وبعتذر لكل الناس اللي متابعاني ان انا اتأخرت عليكم. للأسف اللي حصل، اخر فيديو احنا عملناه كان عن الهالوين اللي هو عيد العفاريت. وللأسف انا نزلت في الشارع وصورت في الشارع، وكنت حابب اوريكم اليوم بيمشي ازاي هنا. بس للأسف الميموري كارد بتاع الكاميرا ضاع، و... وكل الداتا اللي فيه ضاعت، فما قدرتش اعمل الفيديو. المهم عاوزين نكمل. طبعا للناس اللي ما شافتش الحلقة بتاع الهالوين، عيد الهالوين ده هاليدي عادي ما فيهوش اي معتقدات. زمان كان في معتقدات، بس الناس دلوقتي بتحتفل بيه عادي. كل الناس، في مسلمين، مسيحيين، يهود، كله بيحتفل بيه عادي، هوليدي عادي. مش كل الناس برضو بتاخدوا اجازة الصبح، بس بالليل بقى الناس بتخرج تحتفل. اللي بيخرجوا ياكلوا يشربوا، يخرجوا يعملوا كاستمز، يعملوا ميك اب، يقعدوا يهيصوا. هما الفكرة ان الناس هنا بتبقى محتاجة يوم اجازة يعملوا فيه اي حاجة، فده يوم اجازة الناس بتخرج فيه. المهم، من 4 ايام كان في مناسبة اللي هي الثانكس جيفنج، اللي هي بيسموها عيد الشكر. عيد الشكر او ثانكس جيفنج هو مش عيد ديني زي ما بعض الناس بتعتبره عيد ديني او كده. لا، ده عيد عادي كل الناس بتحتفل بيه، برضو كل الديانات. انا واحد من الناس عادي، عملنا نفس الطقوس اللي كل الناس هنا بتعملها. جبنا الديك الرومي واكلناه والناس كلها اتجمعت. طبعا برضو ده بيعتبر هوليداي، وبيبقى 4 days، 4 ايام اجازة. بيبقى بتاخد انت اليوم الخميس اللي هو الثانكس جيفنج، والجمعة بلاك فرايداي اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، و والسبت والحد طبعا ده بيبقى اجازة عند اغلب الناس اللي شغالين في شغلانات، مثلا شركات او اماكن حكومية او مدارس او المهم طبعا الناس بتاكل ويتجمعوا مع بعض، يسهروا، يقعدوا يتكلموا. يعني يوم الناس بتتجمع فيه. لان ليه عاوز اقول لكم، عاوز افهمكم ليه الناس بتتجمع في الهوليديز دي. لان الناس ما بتشوفش بعض، يعني اغلب الناس، انا ليا عيلتي هنا واصحابي ليهم عيلتهم، بس مش بنشوف بعض كتير، كل فين وفين، كل واحد في شغله والدنيا بيزي والكلام ده. فالناس ما بتصدق ان يبقى فيه هوليداي كله يتجمع، يقعدوا يتكلموا بقى، يحكوا اخبار الشغل ايه، الدنيا، الحاجات دي. المهم، خلصنا من الثانكس جيفن، نيجي تاني يوم بقى على البلاك فرايداي اللي هو بهدله بقى. انا طبعا سجلت بعض الفيديوهات هحطها لكم برضو هنا في الفيديو، من البلاك فرايداي. نو اكشلي من الثانكس جيفن نايت. بص، هو بيبدا البلاك فرايداي من يوم الخميس بالليل. بيبداوا بقى بالليل السيل، بقى سيل اللي هو بقى تخفيضات على كل حاجه. بتبدا من 50%، 75%، باي 1 جيت 1 فري. بيبقى اسعار فعلا، في زي يعني لما انتوا بتشوفوا على النت فعلا بيبقى في اسعار وهميه، بس دي بتحصل في حاله واحده بس. يعني البلاك فرايداي المحلات بتفتح 6 الصبح، فانت لازم من الخميس بالليل بتقفل المحلات الساعه 1 برضو، اللي بيلحق يشتري حاجات 12 لواحدة. ده اسمها البري بلاك فرايداي، قبل البلاك فرايداي بيوم. بتصحى بقى تبدا انت تفضل تقعد في اللاين، تستنى لغايه المحل ما يفتح 6 الصبح عشان تاخد اول حاجه. لو فتح اول ما يفتح المحل بتخش بقى تبدا تاخد، بتبدا تاخد عندك كوبونز، تاخد عندك مثلا حاجات بقى عليها تخفيضات بجد، اللي هي التخفيضات الحقيقيه اللي الناس فعلا ساعتها بتاخد تخفيضات. الكاميرا مش مظبوطه ولا ايه؟ المهم، فبتبدا بقى تستنى في اللاين وتخش. بعد كده بقى تاني يوم بقى اللي هو الساعه 10 11، طبعا المول بيبقى موت. المولات والمحلات كل حاجه بيبقى عليها تخفيضات 75%، الحاجات بقى بتاع السنه اللي فاتت. بس عامه الفكره، الموضوع برضو بعد ما انت اللي هم الناس اللي في الاول بياخدوا الحاجات، بتبدا بقى موضوع كله يعتبر فيك، اللي هي الاسعار هي لا اما معلين الاسعار ويقول لك عليه 75%، فتوصل في الاخر تاخده بنفس السعر.
فهم يكسبوا، وممكن برضو بعض الناس بتكسب ان انت جبت لك حاجه رخيصه شويه. بس فهو الموضوع كله متعلق بالشراء، الناس بتشتري حاجات. ناس سألتني على الفيديوهات، في فيديوهات فيها ضرب وخناقات، هي دي حقيقة. طبعا الحاجات دي كلها حقيقية، وفي ناس بتتخانق على حاجات وبتحصل، بس ده برضو في الساعات الأولى، لأن تخش ممكن مثلا تلفزيون ب 500 دولار تخش تاخده ب 200. فدي يعني تخفيض كبير. بس هو ده اللي بيحصل. هحط لكم بعض الفيديوهات من اليوم ده، وان شاء الله هحاول ما اتاخرش عنكم بعد كده واعمل لكم فيديوهات على طول. يا ريت تبعتوا لي رسائل عن الحلقه الجايه نتكلم في ايه. وحشتوني جدا، واشوفكم في حلقه جديده من تيكو تيوب. يلا اشوفكم، مع السلامه. فرايداي يا جدعان، بلاك فرايداي زي ما انتم شايفين. بص فوق في كل مكان الدنيا زحمه. انا مش عارف اطلع لايف، مفيش كونكشن، بس الدنيا بايظه خالص.